فيلمنا بيبدأ مع فرانك ضابط جيش بينتقل لبيت جديد هو وأولاده التمانية، وبحكم شغله بيكون مضطر إنه يتنقل كتير، وبيكون أب أرمل ومسؤول عن تربية أطفاله التمانية لوحده، وبيبقى مربي أولاده على النظام والانضباط، وبيكون فيهم طفل اسمه هاري هو الوحيد اللي بيبقى متضايق من انتقالاتهم الكتير، لأن بيبقى الانتقال ده هو ال 12 ليهم، فبيروح لوالده وبيقنعه إن الانتقال ده احتمال يبقى الأخير ومش هيروحوا مكان تاني بعد. وبيبقى فرانك رايح على شغله ومعاه ابنه ايثان، وبيعدوا على بيت مليان العاب مرميه في الجنينه، وبيقول ايثان انه واضح على البيت ده انه مليان متعه ولعب، وبيبقى ده حقيقي لان البيت بيكون ملك ام اسمها هيلين اللي بتبقى ام العشر اطفال مسؤوله عنهم لوحدها، وبتحاول تسيطر عليهم بقدر الامكان. بتكون شغاله مصممه ومعاها زميلها ماكس بياخد رايها في حاجه خاصه بالشغل، واما بيسيبها وبيمشي بتبقى فيبي بنت هيلين واخده بالها ان ماكس معجب بوالدتها، وبتساله ليه ما تعرضش عليه انهم يخرجوا سوا، وبيبقى جواب هيلين ان مفيش واحد عاقل يرتبط بام العشر اطفال. وبيبقى فرانك وصل شغل في الاكاديميه البحريه اللي هو مسؤول عنها، وبيقابل صديقه واللي بيعرض عليه انه لازم يرتبط باي حد عشان يطلع من الوحده اللي هو فيها دي. وبيكون فرانك فعلا عايش حياته لاولاده وشغله بدون اي ارتباط او واحده في حياته، زي ما هيلين هي كمان عايشه لوحدها ولاولادها بس، وبتبقى مهتمه جدا باطفالها لحد ما بيجي لها دعوه لم الشمل الخاصه بمدرستها دفعه 75 اللي هي كانت فيها، وبتبقى الحفله هتتم على رحله بحريه وبتفكر انها تروحها وبتاجل التفكير فيها بعد 10 عمل اللي هتروحه. وفي نفس الوقت بيكون فرانك رايح نفس المطعم بسبب الميعاد المدبر اللي عمله له صديقه، لكن فرانك بيكتشف ان صاحبه عامل له ميعاد مع زوجته السابقه اللي كان متجوزها لمده 6 سنين، وبيبقى الميعاد مش لطيف لحد ما بتدخل هيلين المطعم وبيشوفها فرانك قدامه، وبيكون في سابق معرفه بينهم، وبيكونوا هما الاثنين مبسوطين جدا بمقابلتهم لبعض. ولانها بتكون جايه مع ماكس زميلها، بيكون فرانك فاكر انها متجوزه ماكس وجايه معاه، وبيسلموا على بعض وكل واحد بيكمل اللي كان بيعمله. وبعد ما بيخلصوا هما الاثنين خروجتهم، كل واحد فيهم اول ما بيوصل للبيت بتاعه بيدور على التاني على النت، وبتكون هيلين ماسكه كتاب صور الثانويه، وبيبقى فيه صوره ليها مع فرانك ايام ما كانوا مرتبطين وواخده لقب ملك وملكه الحفله، وبيستنوا ميعاد حفله لم الشمل عشان يتقابلوا تاني، وبيفضلوا طول الحفله يتكلموا سوا. وبيعرف فرانك منها ان جوزها متوفي وماكس زميلها في الشغل، وهي رافضه انها تقلع خاتم جوزها اللي توفى من 4 سنين، وبيقولها فرانك ان هو كمان مراته متوفيه من سنين وبيربي اولاده لوحده. وبيكملوا كلام وهم بيرقصوا، وبيتكلم فرانك عن اولاده وبيقول لها انه لازم يقول لها انه عنده 8 اطفال لانه مش هيقدر يخبيهم في الدولاب مثلا لما تيجي تزوره. فبتضحك هيلين جدا وبتقول له ان عندها 10 اطفال، وبيفضلوا هما الاثنين يضحكوا على ظروفهم، وبيتفهموا انها خلفت 4 واتبنت 6، وان ده ما كانش في خطتهم ابدا لكنها مبسوطه بحالها. وبتنتهي الليله بينهم باغرب نهايه متوقعه، وهي انهم اتجوزوا فورا بدون ما اولادهم يعرفوا. وبيجي تاني يوم وبيبقى كل واحد فيهم بيواجه اولاده باللي حصل، وان مفيش امل للرجوع في اللي حصل. والخطوه الجايه بتبقى ان كلهم هينتقلوا لبيت واحد متكون من 21 فرد عايش تحت سقف فرانك ومعاه 8 افراد، وهيلين ومعاها 10 افراد والمربيه، ده غير حيوانهم الاليف كمان. وبيبدا فرانك انه يوزع الاوض عليهم، وبيبقى اولاد هيلين مش متعودين على النظام بتاعه لانه بيبقى منظم جدا ومربي اولاده بطريقته، وبتبدا الخناقات ما بين الاطفال، وبيحاول فرانك انه يوحد ما بينهم ويخليهم يتعودوا على بعض، فبياخدهم في رحله بحريه باليخت بتاعه على امل انهم يتعاونوا سوا ويساعدوه في الابحار، لكن الخناقات بتزيد بينهم وبتنتهي بوقوع فرانك نفسه في البحر. وبيرجعوا كلهم البيت، وبتحاول هيلين انها تعمل له ليله رومانسيه، وبيفضلوا سامعين صوت اولادهم هما بيتخانقوا سوا، والليله بتبوظ اما اطفالهم بيجوا يناموا معاهم على نفس السرير. وبيجي تاني يوم وبيصحيهم فرانك عن طريق عزف الساكسفون المزعج، وبيطلب منهم يتجهزوا للمدرسه والفطار، وكل واحد بيكون مسموح ليه باستخدام الحمام لمده 7 دقائق بس. وبتبقى ترابيزه الفطار متبهدله بسبب ان مفيش حد بينظم الفطار وكل واحد بياكل اللي عايزه، بيبقوا عايزين يرخموا على بعض باي شكل، لدرجه ان ديلان ابن هيلين بيرمي الفطار على ويل ابن فرانك عشان يبوظ عليه مذاكرته. فبيقدر ويل انه يغير جدول الحمام بتاع ديلان هو واخواته كلهم عشان يقول لهم ان وقتهم عدى وان من حقهم يفضلوا في الحمام زي ما يحبوا، لكن ديلان بيرد عليهم وبيشغل جهاز انذار الحريق عشان يخرجهم من الحمام بالعافيه، وبيصورهم عشان ينشروا الفيديو على النت. وبيتعمل لهم اجتماع كلهم، وبتقول لهم هيلين ان العصايه اللي في ايدها دي اسمها عصايه الكلام، واللي ماسكها هو الوحيد المسموح له بالكلام. وبيبقى فرانك مستني حد من اولاده انه يتكلم عن اللي حصل، لكن كلهم بيرفضوا يتكلموا وكأن ولا حاجه حصلت. فبيبلغهم ان كلهم يروحوا على المدرسه، وما يرجعوا هيبقى عندهم لفه طويله عشان يجيبوا حاجات ترميم البيت اللي عايشين فيه، وكلهم بيروحوا مع فرانك المحل، وحتى التسوق بيفشلوا فيه بعد ما طفلين من اولاد فرانك بيركبوا على العربيه قدامه لنقل البضاعه وبيحركوها بالغلط وبيفضلوا ماشيين بيها، وبيحاول فرانك انه يوقفها فبيقع في ماده لزجه وبيتبهدل، وبعدها بيقع عليه رمل وبتقف العربيه على اخر لحظه. وما بيرجعوا للبيت بيحاول فرانك انه يشغلهم في ترميم البيت سوا عشان يعودهم على التعامل مع بعض اكتر، وبيطلع هو ومراته على المناره اللي جنب البيت وبتبقى مش شغاله وبيحاول يصلحها، وبيحاول فرانك انه يشغلها، وبيحكي لهيلين قصه ان زمان كان في واحده بتحب بحار وكان هو بيحبها وخايف انه من كتر بعده عنها تحب حد غيره، فهي وعدته انها كل يوم هتنور له المناره دي عشان يشوف ضوءها ويعرف
انها مستنيه يرجع، وبيقوم يبص على اولاده فبيلاقيهم شغالين كويس سوا، وبيسيب لهم البيت عشان يروح يشتري حاجات هو ومراته. لكن بمجرد ما بيسيب البيت بتروح المربيه عشان تتفرج على المصارعه، وبتسيب الاطفال اللي قلبوا في ثانيه على بعض وبقوا يرموا على بعض البويه، وبيبوظ البيت. وبيتصدم فرانك وهيلين لما بيشوفوا شكل البيت بعد ما بيرجعوا من تاني، وبيحاولوا انه يزعق لهم عشان كل واحد يلتزم، وبيقول لهم انهم لازم يتعلموا التعود على اخواتهم الجدد، لكن ولا واحد فيهم بيبقى طايق التاني اصلا. وبيقدر ويل انه يجمعهم كلهم في المناره اللي جنب البيت، وبيقول لهم هو وديلان انهم مختلفين في كل حاجه الا حاجه واحده بس، هي انهم مش عايزين يعيشوا سوا، ولازم يتحدوا ضد والدهم ووالدتهم عشان يخلوهم ينفصلوا وما يكملوش جوازهم. وبيبداوا خطتهم، واولها هي انهم بيستنوا هيلين تقوم من جنب فرانك عشان يجيبوا الخنزير بتاعهم جنب فرانك وبيبوسوا بدل هيلين، وبيبوظوا معجون السنان بتاع فرانك على اساس ان مراته هي اللي عملت كده، وانها شخصيه مش منظمه ولا مرتبه تماما. وبيملوا الثلاجه لحم وهم عارفين ان هيلين ما بتحبهاش. وبيبقى الاطفال بيتعاملوا بطريقه انثويه شويه كانهم اتاثروا بالبنات الموجوده في البيت. وبيعمل ويل طابور عسكري للشباب قدام هيلين، وبيروح الاطفال عشان يبوظوا السبوره المكتوب عليها المهام الاسبوعيه بتاعت فرانك. واما بيجي يعاقبهم مراته بتمنعه وبتقول له ان عندهم 4 سنين بس وما ينفعش يتعاقبوا، ودي بتبقى حاجه فرانك معترض عليها لانها بالطريقه دي هتدلع الاطفال، ودي بتبقى اول خناقه تتم بينهم. لكنهم بيتصالحوا عشان هيلين بتبقى مبسوطه ان شركه كبيره طالبه تصميماتها مخصوص ولازم تخلص 12 تصميم مع الاسبوع الجاي. واما بتبلغ جوزها بيجمع كل العيله وبيقول لهم ان والدتهم هتبقى مشغوله شويه الفتره الجايه ولازم يهتموا هم بالبيت، واهم حاجه يحافظوا على البيت نظيف. فبيعرف الاطفال انهم لازم يدمروا نظافه البيت، وبيبداوا باللبس وبيبهدلوه ويرتبوا اوضه شغل هيلين وهم عارفين انها مش بتعرف تشتغل الا في الفوضى وبس. وساعتها اما هيلين بتشوف اوضتها مترتبه بتتعصب جدا وبتتضايق من اللي عيالها عملوه، وبتشايل جوزها الذنب لانه مربي اولاده على التنظيم جدا. وبتحصل تاني خناقه بينهم لدرجه ان فرانك بيسيب لها الاوضه وبينام بره. وبيفكروا الاطفال في تاني خطوه، بيقرروا انهم لازم يعملوا حفله في البيت وقت ما اهلهم يكونوا بره البيت عشان ساعتها فرانك هينفجر فيهم ويتخانق اكتر مع هيلين. لكن ويل بيقول لهم ان ما عندوش وقت لانه لازم يوزع ورق انتخابه في المدرسه وده بياخد وقت طويل منه. فبيساعده ديلان وبيقول له انه لو عايز يكسب لازم يغير صورته، وكلهم بيساعدوه في توزيع المنشورات في المدرسه عشان ويل يخلص توزيع منشوراته بسرعه ويبدا في التخطيط للحفله اللي هتتعمل بالليل. وبيروح فرانك مع مراته الحفله بتاعت الشغل، وبيكون هيترقى لضابط عسكري في البحر، وبكده هيقضي اغلبيه وقته في السفر البحري وبعيد عن عيلته. وبعد ما بيتم ترقيته بيقوم فرانك وبيعتذر عن قبولها وبيقول انه لسه متعين جديد في الاكاديميه وليه زمايل احق بالترقيه دي منه، ده غير انه لو وافق يبقى بيظلم عيلته الجديده اللي بيتمنى انه يقضي معاهم وقت اكتر، عشان كده بيعتذر عن الترقيه دي. وبتبقى هيلين مبسوطه جدا بقراره، وفي نفس الوقت بيبقى بيت فرانك مقلوب بسبب الحفله المعموله فيه. لكن الحفله بتخرج عن السيطره بسبب ان في حد بيطلب بيره للحفله وهم لسه ما عدوش السن القانوني، وبيجي لهم عدد كبير من البيتزا معهمش ثمنه اصلا. وبيحاول صديق فيه بالسابق انه يتقرب من اختها لكنها بتصده وبتطرده بره البيت كمان. وبيجي فرانك بيته وبيشوف منظر الحفله قدامه، واول واحده بيقابلها في وشه فيبي وبتقول له انها استاذنت من والدتها تجيب اصحابها، فبتقول لها هيلين انها وافقت على عدد قليل جدا من الاصحاب مش حفله كامله. فبيدخل فرانك الحفله وبيقف وسط الموجودين وبيقول لهم ان اللي هيفضل موجود قدامه بس 5 دقايق عشان يختفي والا هيتم تجنيده اجباريا في خفر سواحل القوات الامريكيه. فكل اللي قدامه بيهربوا فورا ما عدا اولاده. وما بيقف يزعق لهم بتحاول هيلين انها تهديه فبينفجر فيها وبيقول لها ان تساهلها هو السبب في كل اللي حصل، وانه كان عارف يتحكم ويربي اولاده بطريقته المنظمه قبل ما تدخل هي بينهم. وبيطلعوا يكملوا خناق في الاوضه وبيقول لها انها سبب اللي حصل، فبتقول له انها مش عارفه تعيش معاه لانه زي الآلي المنظم المتأيد بقوانينه وبس، وان واضح عليهم انهم اتسرعوا جدا في قرار جوازهم وكان احسن له لو قبل الوظيفه اللي جايه له. فبيأكد لها ان عندها حق وجي وقت تصحيح الغلط اللي هم عملوه. وبيبقى ويل مبسوط باللي حصل وان اخيرا والده هيطلق هيلين زي ما كان عايز، وبينزل يفرح فيه باخته. لكنهم بيبقوا زعلانين لانهم كانوا سامعين صوت عياط هيلين وهي في اوضه نومها لحد ما راحت في النوم من كتر الزعل، وان اللي عملوه كان حاجه في منتهى الانانيه وفكروا بس في نفسهم وما فكروش في اهلهم وسعادتهم. واثناء ما حاولوا هم يفصلوا بينهم هم قربوا من بعضهم اكتر كاخوات وكعيله واحده ونسيوا المشاكل والخلافات اللي بينهم. وبيجي تاني يوم وبيكون كل الاخوات مع بعض في المدرسه، واي حد بيحاول انه يضايق واحد فيهم كلهم بيقفوا سوا ضد اي حد. وبتطلع نتيجه الانتخابات وبينجح ويل فيهم بفضل ديلان واخواته اللي وزعوا المنشورات بتاعته على المدرسه كلها، وبيجروا على البيت عشان يحكوا لاهلهم على اللي حصل. لكن فرانك بيكون محضر شنطته لانه بيبقى قرر انه لازم ينفصل عن هيلين وانه يقبل الوظيفه الجديده اللي هتجبره انه يعزل من مكانه تاني. وبيستنى اطفاله عشان يبلغهم بقراره وما بيديهمش اي فرصه عشان يتكلموا، وبيقول لهم ان المربيه هتبقى مسؤوله عنهم لحد ما الانفصال يحصل واولاده يجوا على المدينه اللي هيستقر فيها. وبيسيبهم وبيمشي من غير ما ويل يكلمه ولا كلمه، وبيبقى هو الاكبر في اخواته وبيقول لهم انهم لازم يسمعوا كلام والدهم لانهم هم اللي كانوا عايزين كده. لكن ما كانش متوقع انه هيبقى حزين اما يوصلوا لهدفهم بالشكل ده. وبيقول لاخوه الصغير ايثان انه لازم يتصرف لانه مش عايز
عايز يخسر ام تاني، فبيقرر ويل انه لازم يوقف سفر والده، وبيتقسموا مجموعتين، مجموعه تستنى هيلين ومجموعه تتحرك على ويل. وبتبقى السفينه على استعداد انها تتحرك، وبيركب عليها فرانك عشان يسافر بيها، وبتتحرك فعلا. وبياخد ويل واخواته اليخت بتاع والدهم عشان يلحق السفينه، وبياخد فرانك باله منهم وبيأمر بوقف السفينه فورا عشان اولاده قريبين منه، وبيطلع لهم فبيعترفوا له بكل اللي عملوه وخططوا له، وانهم عايزينه يرجع من تاني لهيلين. فبيقول لهم ان هيلين كمان عايزه تنفصل عنه ومش هتقدر تعيش معاه، لكن بتبقى هيلين عرفت اللي حصل من اولادها اللي مستنيينها في البيت، وطلعت تنور ضوء المناره عشان فرانك يعرف انها مستنيه هي كمان ويرجع لها. وبيرجعوا من تاني لبعض، المره دي بيتجوزوا بالطريقه الصحيحه ومعاهم اطفالهم كلهم، وبيعيشوا مبسوطين تحت سقف بيت واحد.